يسعد دواتكم أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مجتمع أونلاين. تحياتي لكم جاندي خالدي بالإعداد والتقديم، وهذه تحيات فريق العمل والتصوير. حلقة جديدة ولكن بعد شارة قصيرة. في 21 كانون الثاني 2018، وبالتحديد في اليوم الثاني لحملة الاعتداءات على مدينة عفرين الكردية السورية، ظهر فيديو يظهر قمرة قيادة لطائرة حربية من نوع F-16، ويظهر طيارين أتراك أثناء تنفيذ غارة جوية على مواقع لوحدات حماية الشعب في عفرين. بعد التدقيق والبحث تبين أن هذا الفيديو منشور منذ عام 2013، ويظهر طيارا كان يحلق فوق مدينة أمستردام الهولندية ضمن حفل تنصيب الملك الهولندي ويليام ألكسندر يوم 30 نيسان 2013 ميلادية. وتم التعمد بإضافة أصوات باللهجة التركية على نسخة الفيديو التركية بغرض التضليل الإعلامي. هكذا يتعامل الإعلام التركي مع الاعتداءات وحملته المزعومة على مدينة عفرين. حلقة هذا اليوم من برنامج مجتمع أونلاين رح نناقش موضوع كيف تتعامل وسائل الإعلام التركية، وكيف تجيش الآلة الإعلامية التركية كلها في سبيل أن تشرعن اعتداءاتها على عفرين، وكيف تتعامل وسائل الإعلام الكردية المحلية بالمقابل مع هذه الهجمة الإعلامية. حلقة جديدة بعد شوي. يعني براستي وسائل التواصل الاجتماعي في ددن مسألة أخبار وقتها قدين، أما حسب موقع من هذا موقع موثوق بياننا، يعني جانا جي مواقعنا هنا مخترقا أخبارنا كاذب دادخن أو أخبارنا براستي تعدي حبكي جانا جي المعنويات من لدك، أما قال لك راست هنا مروكا يعني اعتماد السلبي أري براستي أخبارنا هنا مثلا وقتها قد بيجيشها تركي توغل بويد عفرين جيشها تركي مناطق فرمزن استندنا، أما أكتشانا درون وكالة أناضول قال لك أخبار داخستن أو أخبارنا براستي تعدى يعني دسبيك مستقياوي بيتشو يعني بشن دراج هندرين دهنا قال لك إثبات كرنش خلكيره إنه جيبا ورقي مثلا أمكان بيجن صفحات فيسبوك هنا صفحات أنا نجي باورينه اللي بس وقتها تبيجي جي تابعي حكومتي مثلا أم بيجن جيكي تابعي ريبة برياخو سربة أو جي باوريه جبرجو در شرد شوبينه تشتيق الشرد تشيد وكيدن راجهاندن از نرم قال لك دستگاه بواجبه خرابون برنجكي حيادي كيف اخباري فيسبوك او تشكيولو جديد بلو درون يعني وك مورال كش خلقي داتن يعني لازم تجاره موثوقاتيه كيف فيسبوك نو يعني تمين سن قنوات محليه قد نابا شرده نابا تشيكدا تمين داري وانا كيف كجبر او اخباري موثوق دنياك اسبوع عفريني بخدي ام يعني ام قل لك يا عايز انت فهم كل شو اسبوع مثلا دوغان تبان شو دوغان والله انا ناس كش مشاو اعلامي فيسبوكي بشكل عام يعني قال لك جي نراست انت ناس كل شو وقال لك جي متابعين راست اخباري انا دولي مضبوط انت ناس كل شو اخباري وانا مضبوط اخباري مني كردي مضبوطين يعني راسي تشتغل قد نزل جبو علامة كردي براستي دورك فعال ليزي وقال لك قنوات هي تشتن صديق سطينا وبالنسبة لفيسبوك ما فيسبوك صار انترنتي اما كان بيشتغل حطيت بنجي تقريبا جاي نراستي قال لك هي بحال فيسبوك اخوي باخو صاحبي اخوي سنرينا اخوي دشي نجم الاتران يعني مثلا قواي جيش تركي درباز بويه او هيك دروبو درباز بويه و الحفظ حجم مستنى ندورها متابعة من اخبار نراس دركات.
أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، اسمحوا لي رحب بضيفي بهي الحلقة من برنامج مجتمع أونلاين، وهو علي عيسو، مدير موقع إزدينا وناشط في مجال حقوق الإنسان طبعا معي من ألمانيا. يسعد أوقاتك أستاذ علي. تحياتي، يسعد أوقاتك، تحية طيبة إلى جميع المستمعين الكرام. تحية لك، شكرا جزيلا. يعني موضوع الحلقة هو عن موضوع تعامل الإعلام مع قضية الاعتداءات على عفرين. يعني أنت كيف كمراقب وكناشط في مجال حقوق الإنسان وأيضا كمدير موقع إزدينا، كيف ترى التعامل الإعلامي الخارجي مع الحرب على عفرين والاعتداءات التركية على عفرين؟ نعم، للأسف تعامل المؤسسات الإعلامية الحالية السورية تحديدا، حتى الغير السورية المناصرة للثورة السورية، تتعامل وفقا للأهواء التركية الرسمية. يعني بن علي يلدرم مؤخرا أعطى تصريح وقال أنه على جميع المؤسسات الإعلامية وحتى الصحفيين والإعلاميين الالتزام بنشر الأخبار التي تأتي لصالح تركيا، ووصف الذين ينشرون الأخبار وينقلون الحقيقة كما هي بالأشر الأكبر، وصفهم بهذه الجملة. فبالتالي موقف الحكومة التركية واضح من جميع من الإعلاميين الذين يعترضون طريقها أو يقولون لها لا للاحتلال التركي على عفرين. طبعا نعم. عدد المعتقلين وصل إلى 100 معتقل من النشطاء ومن كل شخص يبدي رأيه على صفحات التواصل الاجتماعي، سواء كان تركيا أو كان من السوريين. وتركيا 100 معتقل في تركيا نفسها. نعم، تركيا تعطي اهتماما شديد الأهمية إلى الوسائل الإعلامية، وحتى هناك مؤسسات فكرية، مؤسسات دراسات قائمون عليها هم من جماعة الإخوان المسلمين أصدروا بيانا مؤخرا طالبوا فيه الجميع بالابتعاد عن كل ما يسيء إلى العلاقة التركية والسورية، وهنا يقصدون الابتعاد عن نشر الأخبار التي تسلط الضوء على الضحايا الذين يسقطون في كل يوم في عفرين جراء الاستهداف التركي العشوائي على المدن والقرى. لكن استاذ علي، يعني لما عم نقول انه في 100 معتقل جراء، يعني انا اللي فهمته منك انه خلال هي الفتره القصيره، يعني خلال 4 ايام الاحداث على عفرين والاعتداءات على عفرين، هناك 100 معتقل من النشطاء ومن الاعلاميين الذين يعني حاولوا ان يغطوا الأحداث والأخبار الصحيحة للحرب على عفرين. هذا بيؤدي إلى موضوع آخر، يعني هل المعارضة التركية هي ضد تصرفات أردوغان حاليا، ضد العملية؟ يعني حسب التصريحات الرسمية عم نشوف أنه المعارضة لا تعترض على هذه العملية بل تشجع عليها. يعني نعم، يعني أنا كمان أيضا لاحظت هذا الأمر من خلال التصريحات الرسمية له، ولكن الآلة الاستبدادية التركية تفرض على الجميع أن يكون مجرد عبيد لدى الدولة التركية، ومجرد أن يقولوا له دائما بنعم. يعني رأينا 90,000 مسجد دفع تركيا بهم إلى أن يقوموا بالصلاة الجماعية للنصر كما يدعون لقوات الاحتلال التركي ضد المدنيين الآمنين في عفرين. فبالتالي ولكن هنالك أصوات ظهرت مؤخرا من المعارضة التركية قالت لتركيا بأن القصف الذي يستهدف القرى الحدودية التركية مصدره من القوات التركية أنفسها وليست مصدرها من القوات الكردية. طيب، هذا التحشيد وهذا التجيش الإعلامي التركي برأيك كيف بيأثر على الناحية يعني الميدانية للمعارك الجارية هناك؟ نعم، له تأثير بالغ وشديد الأهمية. يعني اليوم أنا أتابع معظم الوسائل الإعلامية المعارضة، هم دائما يقومون بتغطية الأخبار العسكرية التركية، وحتى إن تحدثوا على المدنيين فهم يشيرون فقط إلى المدنيين الجرحى إن كانوا موجودين في الذين يسقطون على الحدودية التركية، وبالتالي هم أبدا لا يشيرون إلى عدد الضحايا الذين يسقطون في كل يوم في عفرين. عندك يعني ما يقارب 25 شهيد إلى الآن من المدنيين العفرين على مدار 5 أيام من الاحتلال التركي أو من العدوان التركي. هذا عد عن الجرحى. نعم، 25 شهيدا، هذا الرقم موثق أستاذ علي؟ يعني هو أقرب إلى أن يكون موثقا، كونه هو من مصادر محلية سواء عبر مراسلين المتوزعين في عفرين أو من مصادر طبية سواء من الهلال الأحمر الكردي أو من مشفى عفرين الاعتماد على تقاريرهم الصادرة مؤخرا. نعم.
رجوعا إلى موضوع التحشيد الإعلامي، يعني 90 يعني جوامع ل90 مدينة في تركيا تدعو إلى الاحتلال، تدعو إلى الاعتداءات على المدنيين الآمنين في عفرين. وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج ب يعني لاحظنا من خلال عدة مواقع نشرت عن يعني أخبار مفبركة مصدرها وسائل إعلام تركية وأيضا وسائل إعلام موالية لتركيا من المعارضة، يعني تابعة للمعارضة السورية ولكنها موالية لتركيا، منها مثلا قناة الأورينت إذا بدي أسميه هذا الموضوع. يعني هناك تحشيد إعلامي على هذا الموضوع. أنت كيف عم بتشوف هاي القصة؟ يعني كيف تتفق هذه الوسائل الإعلامية المختلفة الاتجاهات إذا بدي أسميها على موضوع واحد وهو الاعتداء على عفرين؟ يعني لنكن بعيدين عن الوسائل الإعلامية نوعا ما، لأعود إليها مجددا. إن كانت الأطر السياسية والعسكرية ما بين النظام وبين المعارضة متفقان على الهجوم على عفرين، فهذا يعني الإطار الإعلامي أيضا سيكون متفق على عفرين. فبالتالي معظم الوسائل الإعلامية التي نراها اليوم، سواء كانت قناة أورينت أو قناة الجزيرة أو قنوات أخرى نعرف مصادر تمويلها جميعا، هي وسائل إعلامية تغطي الجرائم التركية ولا تتحدث إطلاقا عن هذه الجرائم، ولا تتحدث إطلاقا عن الضحايا الذين يسقطون، ولا تتحدث إطلاقا عن الدمار عن دمار لدى قصف هذه المناطق. العودة إلى السابق مجددا، نرى هذه الوسائل الإعلامية لديها سياسة واضحة في التعامل مع الملف الكردي تحديدا، فهي تتعامل مع الكرد على أنهم فئة يشكلون مصدرا لتهديد أمن وسلامة البلاد، ولكن هم أنفسهم يقومون بزعزعة أمن البلاد عن طريق دعم مكون ما على حساب الآخر، عن طريق دعم جهة سياسية أو عسكرية على حساب الآخر. لذلك هذه الوسيلة الإعلامية كما كانت الأطر السياسية هي غطاء شرعي للفصائل العسكرية التي تقاتل الكرد أو التي تقاتل المدنيين أو التي تفرض عليهم نمطا ديكتاتوري معينا، ذات هذه الوسائل تفرض على المواد الإعلامية مهنية بعيد عن كل أخلاق الصحافة المهنية التي نعرفها جميعا. فبالتالي يعني خلينا نعم تفضل. خلينا بس نحكي شيء عام، يعني شيء يعني قريب من المهنية نوعا ما. أي دولة في العالم ممكن إذا يعني دخلت في حرب يعني أن تستخدم كل الآليات الموجودة لديها، كل الأدوات الموجودة لديها، منها الإعلام، يعني هو سلاح فتاك أيضا. ولكن يعني بنفس الوقت هذه العملية هي لا تعتبر حربا، هي عبارة عن اعتداءات. إذا بدنا نوصفها قانونيا، هل توصيفي القانوني لهذا الموضوع صح أم لا؟ يعني هل هي اعتداءات من جانب دولة خارجية تدخل إلى دولة أخرى وتتدخل بشؤون دولة أخرى وتقصف ناس آمنين؟ هل هذا التوصيف حقيقي يعني بمصطلحات حقوق الإنسان أم لا؟ نعم، احتلال وليس اعتداء. لماذا احتلال؟ تقول تركيا لأنها تعتمد على ميثاق الأمم المتحدة رقم 52 في تدخلها في عفرين أو في حربها على عفرين، وهذا الميثاق يتحدث عن مشروعية الدفاع عن النفس، ولكن دفاع عن أي نفس. وتركيا تملك أي تقرير قانوني أو حقوقي يؤكد على أنها تعرضت لتهديد أمني أو سياسي من الجانب الكردي. فبالتالي اليوم عندنا عشرات التقارير من منظمة هيومان رايتس ومنظمة العفو الدولية تتحدث عن انتهاكات الجانب التركي بحق المدنيين. يعني على مدار 3 سنوات مئات الشهداء سقطوا من الجانب السوري عندما أرادوا أن يدخلوا إلى الطرف التركي هربا من الموت، هربا من آلة الاستبداد أو آلة التطرف، وبالتالي تصدت لهم قوات حرس الحدود التركي وقتلتهم. فبتالي لدينا آلاف أو لدينا عشرات الوثائق والأدلة عدا عن التقارير الحقوقية الرسمية التي تؤكد أن تركيا تمارس انتهاكا بحق المدنيين السوريين. أما تركيا إلى الآن لا تملك أي وثيقة أو أي تقرير من منظمة دولية معروفة، رغم أنها دولة عظمى، رغم أنها دولة تمتلك لديها أزرع في العديد من المؤسسات، ومع ذلك هي لم تستطيع أن تقنع بالطرق القانونية الواضحة إلى أن دخولها إلى عفرين أو اعتدائها على عفرين أو احتلالها هي غير شرعية. فبالتالي لا شرعية أبدا لها في الدخول إلى عفرين أو حتى إطلاق طلقة واحدة باتجاه عفرين. نعم، يعني هذا التجيش الإعلامي الحاصل اللي أدى إلى موضوع بصراحة فضيحة للإعلام التركي ولأدواته. يعني خلينا نقول أمثلة بس. يعني قناة هابر، يعني قناة الخبر، بثت فيديو يوم السبت 20 كانون الثاني
قالت أنه قصف متبادل بين قوات حماية الشعب والجيش التركي في عفرين، لكن اتضح أن الفيديو مفبرك يعني، وأنه يظهر مشاهد من القصف في أوكرانيا، يعني في جنوب أوكرانيا. طلعت الفيديو من جنوب أوكرانيا. فيديو آخر يعني قيل أنه يظهر عملية القصف على عفرين، ثم تبين أنه فيديو منشور من عام 2016 وعائد إلى الفترة اللي دخل فيها درع الفرات إلى مدينة جرابلس. طبعا هذا الفيديو نشرته وكالة DHI. يعني كل هذه الأمور، يعني هناك صورة أيضا لعناصر من حزب الله اللبناني اللي تم اعتقالهم بريف حلب الجنوبي عفوا من قبل احدى فصائل المعارضه يعني السوريه عام 2015، وتم نشره على اساس انه هن مقاتلين من وحدات حمايه الشعب. يعني ألا تخجل تركيا من نفسها عندما تتصرف هذه التصرفات؟ يعني يسأل الناس كثيرا عن هذا الموضوع. يعني بالمقابل هناك اعتراف من تركيا، وممكن هذا يكون لأول مرة بتاريخ حروب تركيا إذا بدي سميها. متعارف على تركيا دائما آلة الكذب الإعلامية التي تمارسها. يعني اعترفت بمقتل أكثر من 3 أو 4 ضباط يعني من الجيش التركي عبر صفحات رسمية وعبر تصريحات رسمية. يعني كيف عم بتشوف هذا الموضوع؟ يعني كيف عم تدرس هذا الموضوع؟ كيف بتقيم الواقع أو العملية النشر الإعلامي اللي عم بتمارسها، أو السياسة الإعلامية اللي عم تمارسها وسائل الإعلام التركية المرتبطة طبعا بالحكومة التركية؟ نعم، يعني لنكن صريحين، إن كانت هذه الدولة ورئيسها أردوغان معروف في إقليميا ودوليا بأنه يوعد ولا ينفذ، أنه يكذب دائما ويتوعد خط الأحمر كذا، فلان مدينة خط أحمر وما إلى ذلك، فما بالك بالأعلام التي قد ينتج من هذه المؤسسة الحكومية الاستبدادية. لذلك نكون واقعين أكثر، عندما لا يكون الطرف المعتدي على حق حين يلجأ إلى السبل، إلى مختلف السبل التي قد تمنحه الشرعية، أو التي قد تمنحه أو التي قد تمنح جنوده بعض من الاندفاع أكثر نحو التعدي على الآخرين. ولكن لنكن واقعين أكثر، إن كان الإعلام يعمل ضمن إطار الدولة التركية أو السياسة حكومة أردوغان، ولكن ماذا عن الإعلام العربي؟ ماذا الإعلام العربي يربط نفسه بالإعلام التركي وكأنه ناطق رسمي بها؟ إن كانت تركيا تأتي للهجوم على عفرين بحجة الدفاع عن الأمن القومي التركي، فعن أي أمن قومي يدافع هؤلاء السوريين الذين انضموا إلى جانب القوات التركية، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو حتى إعلاميين؟ عن أي أمن قومي تدافعون أنتم؟ فلذلك أنا أرى بأن الوسائل الإعلامية للأسف أخفقت في التعامل مع الملف السوري عامة، وتحديدا فيما يتعلق بالملف الكردي. وعفرين أثبتت بأن هنالك وسائل إعلامية لا بد لها أن يأتي يوم وأن تحاكم وأن تقدم إلى أمام وأن تمثل أمام القضاء الأوروبي، لأن القضاء المحلي لا أعتقد بأنه سيكون بدرجة من المسؤولية في أن يحاسب هذه الأمور. تماما. نعم. بالمقابل كيف ترى يعني التعامل الإعلامي سواء عبر وسائل إعلام محلية كردية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من خلال يعني عمل الصحفيين أو الإعلاميين الكرد أو من خلال وسائل إعلامية كردية؟ كيف تقيم هذا الموضوع بالتعامل مع واقع عفرين بالذات؟ يعني أنا أراهم واقعين أكثر من أي حدث وقع في مكان آخر. يعني اليوم لا يوجد هناك تقييم إعلامي، أن الكرد يتوجب عليهم في بعض الحالات أن لا يكونوا مهنيين بشكل زائد عن اللزوم كي لا يضعفوا من عزيمة المقاومة أو من عزيمة المدنيين الذين يقاومون في عفرين. فبالتالي رغم ذلك هنالك أنباء صحيحة، هنالك تغطية مهنية صادقة يقوم بها الإعلاميون الكرد، وعدا عن المؤسسات الإعلامية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه. وبالتالي هنالك فضح للممارسات التركية في عفرين، هنالك أعداد موثقة نوعا ما للجرحى والشهداء، هنالك أرقام وهنالك أعداد وهنالك بيانات باللغات المختلفة الأجنبية، وهنالك رسائل دائمة إلى الجهات المعنية تضعها في صورة الأحداث التي تحصل في عفرين.
نعم، يعني موضوع بسيط جدا يعني كاستطرادا لكلامك، يعني مجرد أن تفضح يعني مقاطع فيديو مفبركة لدولة يعني مثل تركيا وهي ثاني أقوى دولة في الناتو، يعني هل يعني تأثيره راح يكون يعني إيجابي على الناس اللي كانت ممكن تقول لنفسها أن تركيا ممكن تكون دولة يعني ليست معتدية إذا صح التعبير، ولكن بعد هذه الأمور يعني إذا عمل الإعلام على موضوع محدد، يعني إذا كنت تواجه آلة إعلامية كاذبة ودائما تفبرك، فعليك بالمهنية. يعني أتوقع أنه الوسائل الإعلام المحلية وخاصة الكردية يعني سلكت هذا السلوك، واللي طبعا أنا حسب ما متابعتي لوسائل التواصل الاجتماعي وحسب متابعتي مع زملاء صحفيين وإعلاميين رأوا أن هذا الموضوع هو الأصح في مواجهة هذه الآلة الإعلامية المعتدية إذا بدي سميها، لا نتابعة للحكومة التركية. المدنيين والنازحين، يعني أستاذ علي نحن حكينا عن هذا الموضوع وأنت وصفت موضوع التدخل التركي بأنه احتلال وفق القانون الدولي. هناك يعني نازحين يقدرون بعشرات الآلاف، ممكن يصل عددهم إلى 100,000 بعفرين لحالها، النازحين من الإخوة العرب الذين نزحوا من مناطق حلب وأدلب وإلى ما هنالك من مناطق كانت غير آمنة. يعني كيف ترى وضع هؤلاء النازحين؟ يعني معقول أنه ينزحوا لمناطق آمنة ومستقرة كعفرين كانت منطقة مستقرة وليست فيها اشتباكات ويحدث فيها مثلا هذا الاعتداء العنيف؟ يعني رغم أن الاعتداءات هي الأعنف التي تحصل يعني على مدار 5 أيام دائما يوميا مئات القذائف تسقط على عفرين، عدا عن استهداف مباشر لمنازل المدنيين. رغم ذلك مقارنة مع حجم هذه الاعتداءات فهنالك نسبة قليلة جدا من النازحين داخلهم ينزحون بين القرى، هم ينزحون من قرية تتعرض إلى قصف إلى مدينة عفرين. فبالتالي هنالك أزمة مدنية نعاني منها، أزمة نزوح داخلي نعاني منها. نعم. وأيضا الأمم المتحدة صرحت مؤخرا وقالت أن هناك 5000 نازح فقط من عفرين هم نازحين، ولم تحدد إلى أي جهة نزحوا، ولكن الأمم المتحدة قالت بأن لديها إمكانية أن تعطي مساعدة إغاثية ل30,000 نازح إن وصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة. طبعا هذا قادرة على تقديم المساعدة في مدينة حلب، أي في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام. بالتالي نعم هنالك أزمة إنسانية تعيش مدينة عفرين، أزمة لأناس يختبئون في منازلهم في كل يوم كي لا يتعرضوا إلى قصف. هنالك المحال التجارية ما زالت مغلقة نوعا ما، الحركة السكانية جدا ضعيفة في المدينة. نعم، أنا تلقيت اتصال بالأمس يعني من أحد الأصدقاء الموجودين في جنديرس بعفرين، يعني قال لي أوصلوا أصواتنا للعالم، لأنه الوضع يعني هناك قصف شديد جدا كان من الصباح مركز على مدينة جنديرس بالذات، وهناك يعني جرحى من المدنيين أعداد كبيرة، وطبعا هناك قطع لشبكات التواصل الاجتماعي، عفوا شبكة الانترنت للمدينة بالكامل. أستاذ علي، سؤال أخير، أنتم كنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأنت مدير موقع إزدينا، وأيضا يعني أنتم بأوروبا وهناك أعداد كبيرة من النشطاء في أوروبا، إلى أين تتجهون الآن؟ كيف ستتصرفون؟ كيف ستدعمون يعني الناس أو المدنيين بعفرين؟ كيف ستحاولون إيقاف هذه الهجمة الشعواء على مدينة عفرين وأهلها الآمنين؟ أنا يعني دعني أقيم عمل الجالية هنا في أوروبا بعمل مميز. الجالية تضغط على الحكومات عبر مختلف الفعاليات، يعني كل يوم هناك اعتصام، هنالك تظاهرات، هنالك ضغط جدا كبير على الحكومة الألمانية في أن تتراجع عن تسليح الحكومة التركية. يعني هنالك تقارير صدرت مؤخرا أن الدبابات التركية التي تستخدمها في الاعتداء على عفرين هي دبابات ألمانية. فبالتالي هنالك فعاليات ونشاطات تقوم بها الجالية الكردية تحديدا في ألمانيا وفي عموم أوروبا تضغط على الأطراف الدولية المعنية للتحرك في سبيل تقديم سبل الحماية للكرد. أما من ناحية النشطاء والمثقفين، نحن نقوم بشكل دوري في تزويد هذه المنظمات المعنية
أو حتى المجتمع الدولي المعني بمختلف التقارير التي تتحدث عن ماهية الأوضاع التي تجري في عفرين باللغات الإنجليزية والألمانية. لذلك أنا أعتقد بأن هناك دعوات لتظاهرات يومية للجاليات الكردية بأوروبا أو الجاليات السورية أو الكردية بأوروبا، يعني للضغط على الحكومات والتظاهر أمام السفارات التركية والقنصليات التركية بأوروبا. هل يعني سيستمر هذا الموضوع؟ شهدنا بعض النشاطات من هذا الموضوع ووقفات واعتصامات. هل ستتحول إلى مظاهرات عارمة في كل أوروبا أم لا؟ هل هناك أي نية؟ نعم، هي الآن مظاهرات عارمة، يعني رغم أنها تكون في أيام أوقات الدوام الرسمي، ورغم أنها تكون في أيام قد يستطيع الجميع أن يجتمعوا في مكان واحد، ورغم ذلك الأعداد في كل مظاهرة أو في كل فعالية تكون الأعداد تفوق الآلاف. فلذلك أنا أرى مدى التزام الجالية الكردية بالمواصلة المسيرات الاحتجاجية الرافضة للعدوان التركي على عفرين، وهذا بالأمر الجيد، وأنا أرى حقا هي خطوة ضاغطة على المجتمع الدولي كي يقوم بواجبه. نعم. أستاذ علي عيسو، مدير موقع إزدينا وناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معي من ألمانيا ضيفا عزيزا. شكرا جزيلا لمشاركتك معي اليوم ببرنامج مجتمع أونلاين. شكرا لكم أيضا. شكرا.